سلام عليكم. قولولي ايه احلى من ان احنا نوثق لحظات عرفنا نخلي نفسنا مبسوطين فيها؟ تعالوا اوريكم يومين في الفيوم في دقيقة ونص. لما عملت ايديت للفيديو لقيته عامل زي فيلم واقعي قصير ابطاله ستات بجد لذيذة. قررنا نبسط نفسنا ونبسط اللي حوالينا بأي شكل وبأي تمن. اتجمعنا من النجمة وطلعنا على الفيوم واخدنا بيت ريفي جميل قوي. كنت مجهزة طبعا للعيال حاجة يتسلوا فيها عشان ما يتسلوش عليه. اليوم ده عملنا سفاري ورحنا الماجيك ليك والشلالات، وده بقى تاني يوم. صحينا من بدري واتجمعنا ورحنا بقى نشوف هنفطر فين. عيش مخبوز طازة وفطير مشلتت وجبنة قديمة وعسل اسود وطحينة. في النص حاولنا نزاحم بالفاكهة على قد ما نقدر. دي الفقرة بقى اللي الولاد سموها الشقلطة. هنا بقى أخدنا مركب واتفسحنا فيها شوية. بعد كده رحنا على الكامب اللي أكلنا فيها بط مدفون وفراخ رهيبة. قضينا في الصحراء وقت لذيذ، وتخيلوا طلع لنا ايه؟ ثعلب يا جماعه. مش عارفه ايه الشجاعه اللي انا بقيت فيها دي، بس انا وقفت اصوره زي ما انتم شايفين. بعدين قضينا وقت لذيذ مع فرقه بدوي وهبلت احلى هبل، وطلعت اغنيه يا صحبجيه وقعدت اغني وصحابي يغنوا ورايا. المهم يا جماعه مفيش احلى من اللحظات التلقائيه العفويه اللي ما بتبقاش حاسب فيها حساب. اهم حاجه نختار الصحبه.